ثم علقت أن البلد جميلة والعمانيون طيبون، بل كتبت رائعون بعد، مو بس طيبون. لا تتخيلون مدى التجاوب من الناس في دول العالم، طبعا في وتر العالم، مدى التجاوب مع هذه الرسالة القصيرة. 100% تأكيد أن أخلاق العمانيين تختلف عن غيرهم، فهنيئا لكم هذه الشهادة. ما وجدت مخالف واحد، يكون مجمع على هذا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. والله ما هناك إلا ترحاب وأريحية وبسمات وتواضع وقلوب يعني تتندى من الرقة ومن اللطف والحفاوة. أكرمونا في كل مكان وصلنا إليه. منها أحداث. أولا أشكر سماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان، فهو حتى الكرم استضافنا في بيته. فأنا أقول إني أدعو إخواني العلماء والدعاء إلى زيارة هذا البلد، لأنه بلد تراث، بلد حضارة، ثم إنهم أيضا في تقدمهم بخطى مدروسة الآن. هم متقدمون ومرافقهم الحكومية على أكمل ما يكون، ويتأدبون مع الضيف غاية الأدب. أن يحدثني أخ مصري قلت له في عمان كيف؟ قال طفت بلدان كذا، أحسن ما ارتحت إليه بلد عمان. سفير خادم الحرمين الشريفين في عمان الأستاذ عبد العزيز التركي يقول أنا درت دول كثيرة، البلد الذي ارتحت إليه عمان، وقد استضافني جزاه الله خير مع أعضاء السفارة السعودية هناك. قصدي أن يكون لنا التجربة حتى أنك لا تشعر أنك غريب، بل من ذهب إليهم يشعر أنه إذا سافر عندهم قد ترك أهله. وقد عبرت لهم اليوم في اتصال شكري لهم، وسوف يكون هذا في مقال بعد الثلاثاء الذي بعده عن شكرا لسلطنة عمان في الشرق الأوسط إن شاء الله. أنا أعتقد الآن أن الكثير من المشاهدين ومنهم أنا تمنى أن يكون عمانيا ولو ل10 دقائق بعد كل هذا المديح الرائع. قلت للكاونتر أنا أحب العمانيين، ومن زمان قلت أن العمانيين ورحب فيني جزاه الله خير أن من أطيب الشعوب، والله العظيم شيء عجيب، طيبة سلامة. حتى اليوم معي واحد من آل الغريب في الطيارة قال تصدق العمانيين حتى في السوق ما لهم صوت، هادين، شعب عجيب. فأعجبني فيهم احترام القانون، ما شفت واحد ولا سيجارة ولا مدخن في المطار. ذهبنا إلى وزارة التنمية والشؤون، سلمنا على وكيل الوزارة ما في أحد يدخن. ذهبنا إلى الجامعة السلطان قابوس مرينا فيها ولا طالب يدخن. حتى في المجالات في الفندق اللي سكنت فيه ما رأيت أحد يدخن. ما هذا الالتزام الراقي؟ ما هذا الإحساس بالمسؤولية؟ ما هذا الاحترام للآخر؟ اليوم هلكنا من التدخين السلبي بيننا وبين. شنو هذا نوع الأدب من المشي؟ شنو هالخلق؟ ما هذه العظمة؟ يجب أن نتعلم حسن الخلق في التعامل، في الجلوس، في القيام، في كل مكان. نريد أن نقدمه للمسلمين على أنه أحد المذاهب، وهذا الكلام ليس كلامي، قاله الشيخ محمد أبو زهرة، قال للإباضية فقهاء ممتازون وفقه ممتاز. السر يعني وجدوا أن الفقه الإباضي له يا أخي له في قواعد وما كتب في القواعد الفقهية. فأرسلوا لي كتاب العلامة قطب المغرب عندكم رحمة الله عليه الشافعي يوسف، فطرت عجبا من هذا الكتاب، وكنت أقرأه في الثلوج من الليل إلى قبيل الصباح. والله كانت رجلاي تخضر لأنني كنت مشغوفا بالقراءة، واستخرجت منه 200 قاعدة. انتوا عندكم باب الولاء والبراء من أحسن ما كتب، وهو الذي يحكمكم. بس الإنسان يخالف ويبرأ منه المسلمون والله قد يفكر 1000 مرة قبل ما يخالف. ويا ليته كان عندنا، لا يا ليت المسلمين يبرؤون ممن يشرب الخمر أو ممن يزني حتى يأتي صاغرا إلى المحراب ويعلن توبته أمام المسلمين. فهذا والله مما تغبطون عليه. أدل أنا أقول له إذا كانوا هم يلبسون ثوب الخوارج فأنت تحمل روح الخوارج. قلت له والله هؤلاء الناس من أحسن ومن أعدل ومن أبسط الناس،
لماذا تربون هذه